السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم مزيانه، واهم حاجه صحتكم تكون مزيانه. اليوم غادي نشارك معكم وصفه خاليه من الجلوتين، كيك بدقيق الكوك. بسم الله على بركه الله. نبداو. اول حاجه 3 ديال البيضات بحراره المطبخ، نديرو عليهم قبصه ديال الملحه باش يجي الخليط ما باسلش، وغادي نضيف عليهم كيس سكر بنكهه الفانيلا المنتوج ايديال اللي امن بالنسبه للناس اللي ما كياخدوش الجلوتين، ومعلقه ديال الخميره ديال الحلوى حتى هي من نفس المنتوج ديال ايديال لانها حتى هي امنه للناس اللي ما كياخدوش الجلوتين. ومن بعد غادي نستعمل 2 ديال الكؤوس ديال الياغورت. انا استعملت سيبتيل ديال الجوده خالي من الجلوتين خالي من اللاكتوز وما فيهش حتى السكر. انا محتاجه 200 غرام ديال الياغورت. ومن بعد غادي نضيف السكر حسب الرغبه. انا ضفت 3 ديال المعالق كبار ديال السكر، والكيكه الصراحه جاتني مسوسه. ممكن ديروا العسل او حتى ديروا بديل السكر. ومن بعد ضفت عليهم 100 غرام ديال دقيق الكوك. كيف ما ممكن تشريو الكوك وتطحنوه عندكم في الطحانه وغادي تحصلوا على دقيق الكوك. غادي نخلط الخليط مزيان حتى تجانس المكونات. فهاد الكيكه هذه ما كتحتاجش بزاف ديال الوقت والجهد، وغادي نديرها في واحد القالب ديال الحلوى. من الاحسن يكون طويل، انا ما كانش عندي، استعملت المول ديال الكغاطا. وقبل ما تصبوا فيه الخليط خصكم ديروا ورق الزبده باش ما تلصقش. صبيت الخليط في القالب ودخلتها للفران. العافيه شعله من التحت حتى كطيب الكيكه وكتطلع، عاد كنشعل عليها من الفوق باش تحمر. بالنسبه ليا عندي الفران ديال البوطه، فانا كندير اعلى درجه عندي، وانتم على حسب الفران اللي عندكم. ومن بعد ما كتخرجوها من الفران ممكن تزينوها باي حاجه حبيتوها او اختاريتوها. انا خليتها كما هي هكاك. صراحه جات زوينه ولذيذه للناس اللي كيتابعوا حميه خاليه من الجلوتين، سواء كانوا مرض بالسيلياك او حساسيه الجلوتين، ولا كانوا كيديروا شي حميه معينه. ما تحرموش راسكم من الكيك. كنتمنى ان الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من التفاعل ديالكم. كنشكركم على المتابعه. فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامه.